عندك أو عندك دهون متراكمة في منطقة البطن؟ طب شكل جسمك مش عاجبك ومش عارفة ايه السبب؟ طب سمعت ان الجسم التفاحي اكتر عرضة للإصابة بالأمراض الخطيرة ومش عارف تتخلص منه ازاي؟ كل ده هنجاوب عليه النهاردة. يلا بينا نبدأ مع بعض. دهون البطن أو الكرش ده نوع من أنواع السمنة الهرمونية زي دهون الأرداف بالظبط، وده بيحصل برضو نتيجة إصابتنا بخلل هرموني معين، وكلنا عارفين إن الهرمونات دي بتعمل إيه؟ بتنظم العمليات الحيوية اللي بتتم في جسمنا، وعلشان كده أي خلل فيها بيأثر بالسلب طبعا على صحتنا وعلى شكلنا كمان. وزي ما قلنا إن السيدات أكتر عرضة لتخزين الدهون في منطقة الأرداف، فلازم نقول إن الرجال أكتر عرضة لتخزين الدهون في منطقة البطن. طيب هو في فرق بين أسباب سمنة البطن عند الرجال وعند السيدات؟ طبعا في أسباب خاصة للسيدات وأسباب تانية خاصة بالرجال، وفي نفس الوقت في أسباب تالتة عامة ممكن تكون سبب لتمركز الدهون في منطقة البطن عند السيدات وعند الرجال مع بعض. ونبدأ بالسيدات. من أهم أسباب تمركز الدهون في منطقة البطن عند السيدات، أول سبب بلوغ سن اليأس، وتاني سبب الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض أو البوليسيستيك أوفريز سيندروم. في الحالتين دول بيحصل خلل في هرمون الاستروجين اللي قلنا ان هو ممكن يسبب مقاومة انسولين، وبالتالي هتبدأ الدهون تتراكم في منطقة البطن. طيب بالنسبة للرجال برضو عندنا سببين مهمين جدا. أول سبب انخفاض أو تدني مستوى هرمون التستوستيرون، تاني سبب خلل في مستويات هرمون الاستروجين. لكن بصفة عامة عندنا بعض الأسباب اللي ممكن تخليني أكتر عرضة لتمركز الدهون في منطقة البطن. أهمها إيه؟ أول حاجة ارتفاع هرمون الكورتيزول، وكلنا عارفين إن هرمون الكورتيزول ده هو هرمون القلق والتوتر. يعني أنا لو ببقى قلقان ومتوتر باستمرار، ده هيزود إفراز الهرمون ده في جسمي، وبالتالي هتزيد شهيتي للأكل، وطبعا هيزيد تخزين الدهون في منطقة البطن. وتاني سبب معانا حدوث خلل في مستوى هرمون الانسولين، وده طبعا نتيجة اصابتي بمقاومة الانسولين. واحنا كنا ذكرنا قبل كده ان زيادة تراكم الدهون في منطقة البطن او زيادة محيط البطن ده دليل قوي جدا على اصابتي بمقاومة الانسولين. وتالت سبب معانا حدوث خلل في مستويات هرمونات الغدة الدرقية. واحنا خلاص بقينا فاهمين تغذية وعارفين ان هرمونات الغدة الدرقية دي مسؤولة عن عمليات الحرق في الجسم، واي قصور او كسل في الغدة الدرقية ممكن يقلل من عمليات الحرق في الجسم، وبالتالي تخزين الدهون في منطقة البطن هيزيد. مش بس الهرمونات دي، لا، ده كمان في بعض الهرمونات التانية اللي ممكن تساهم في زيادة تراكم الدهون في منطقة البطن. طب زي ايه؟ هرمون الجريلين اللي بيعرف بهرمون الجوع، هرمون الليبتين اللي بيعرف بهرمون الشبع، هرمون البروجسترون اللي بيعرف بهرمون الحمل، هرمون الميلاتونين اللي بيعرف بهرمون النوم. وهنا بقى في نقطة مهمة جدا لازم كلنا ناخد بالنا منها، وهي ان الاشخاص اللي شكل جسمهم تفاحي او اللي الدهون عندهم بتتمركز في منطقة البطن، دول بيكونوا اكتر عرضة للاصابة بامراض مزمنة وخطيرة زي امراض القلب والسكتات الدماغية والسكر. نيجي بقى للنقطة المهمة اللي كلنا منتظرينها، وهي ازاي اتغلب على مشكلة تراكم الدهون اللي عندي في منطقة البطن. اول حاجة واهم حاجة، لو انا عملت تحاليلي وكان عندي مشكلة صحية سببت لي الخلل الهرموني ده، والدكتور نصحني اني اخد هرمونات بديلة، فلازم طبعا اساعد الدكتور وانتظم في العلاج لحد ما اوصل لنتيجة. وده طبعا في بعض الحالات، مش في كل الحالات، لان في حالات تانية بيكون الخلل ده ناتج عن نمط حياة غير صحي، وده اللي احنا هنحاول نغيره مع بعض. وده هيتم ازاي؟ هيتم من خلال تغيير نمط حياتي. يعني اعمل ايه؟ اولا لو انت بتدخن لازم تبطل تدخين. لو دايما عصبي وقلقان ومتوتر، حاول تهدي نفسك شوية او مارس رياضة المشي مثلا، ودي هتساعدك كتير انك تتغلب على نوبات القلق والتوتر دي. لو نومك متقطع ومش منتظم، او لو بتنام طول النهار وبتسهر طول الليل، ده بيعمل خلل هرموني رهيب في الجسم. علشان كده لازم اظبط مواعيد نومي، وياريت ما تقلش عدد ساعات نومك عن 8 ساعات كل يوم. بس كده؟ لا طبعا، ده النقط اللي جاية دي هتفرق معانا كتير. لو بتشرب عصاير او بيبسي لازم تبعد عنها خالص وتستبدلها بالفاكهة. المعجنات والحلويات دي بقى بجد
كارثة، لازم تحاول تقلل منها خالص. لازم نلتزم بنظام غذائي صحي متوازن. يعني ايه نظام غذائي صحي متوازن؟ يعني تعتمد في وجباتك على الخضار والفاكهة والحبوب الكاملة والأسماك والدواجن واللحوم الحمراء منزوعة الدهون. اما بقى بالنسبة للدهون ما تمنعهاش، لان جسمك محتاجها، بس تاخدها من مصادر صحية. زي ايه مصادر الدهون الصحية؟ زي زيت الزيتون، زيت بذور الكتان او الزيت الحار، زي المكسرات، زي الافوكادو. وبلاش الدهون المهدرجة او الدهون النباتية اللي موجودة في المعجنات وبعض منتجات الألبان. ولازم لازم لازم تمارس رياضة بصفة مستمرة. وده علشان ايه؟ علشان تبني كتلة عضلية اللي هتساعدك انك تتخلص من الدهون الزايدة. والنقطة المهمة جدا بقى معانا انك لازم تقلل من سعراتك الحرارية اليومية، بس لازم تراعي ان وجباتك تكون صحية ومتوازنة، يعني بتحتوي على جميع العناصر الغذائية اللي جسمك محتاجها بالكميات اللي برضو جسمك محتاجها. وفي نهاية حلقتنا النهاردة لازم نقول، لو انت او انتي طبيعة جسمك نحيف والدهون بدأت تزيد في اماكن معينة، لازم تعرف انك يا اما بتاكل زيادة شوية، يعني سعراتك الحرارية اكتر من احتياجك، او زيادة الدهون دي ممكن تكون بسبب خلل معين حصل في الجسم، فلازم تعرف ايه السبب وما تهملهوش. وكمان زيادة الدهون دي ممكن تسبب لك مشاكل صحية كتير انت في غنى عنها، وربنا يعافينا ويعافيكم جميعا يا رب. ودي كانت معلومة النهاردة، انتظروني في معلومة جديدة.